لأمي على ميرو وهي قالت لي سبحان الله وجهها صبي بده يجي وراها صبي مبين كان. شو اسمه؟ ما قلت لك ورجيه الفيديو شكرا بتسمعني؟ ورجيه الفيديو الا هيك بورجيها الفيديو بس انت شوفي تفكير الامهات انه من الشكل في عالم بتقلك من الدولاب اللي براسه انت شلون بتعرفي مثلا ورا البنت في صبي؟ ايش شو العلامات؟ ايش شو الدليل؟ ها؟ بدي اسحبها. ايش شو الدليل؟ يعني ايش انت من الدولاب اللي براسه، انت يوم شلون بتعرفي انه ورا البنت مثلا في صبي؟ بيقولوا هيك دولاب انه في او ملامحها قلتي لي، قالت لي مبين، قالت لي مبين ملامحها في وراها صبي مريم. ربع اختك اجت ملامحها صبي اجى وراها محمد. محمد قبل ربع. ايه محمد قبل ربع. ايش جنيتي؟ لا لا امي كثير نسيتكم. ورا ربع محمد حوينتك يا امي يا حوينتي. محمد بده يجي بنت اجا وجهه هيك نعوم هيك معناتها جايتنا بنت نحن اذا بدنا نفكر بولد، لانه السنوده وجهه ناعم. بس انا بقول لا انا دكتورتي بمريم قالت لي حتجيبي صبيان ورا بعض. والله انا جبت سنه تجي 3 دواليب براسه، دولابين ورا ودولاب قدام. 3 معقول جبتهم؟ نسيت خيالكم مع توم. هربوا. معقول تجينا توم؟ اذا كل هالعجلات اللي براس الولد في كل عجله هالكبر كبره من هون وفي 2 ورا. طلع ابنك براسه دولاب واحد، من عملتي دولابين 2، واحد من قدام وواحد من، قلت لي في من ورا 2 يعني ما في صبي. حبيبي بس قص له شعره وتخفف ببين عليك واضحين 2 بس. اعطوني الماكينه، لكن انا اضرب السبب حاله. اعطوني الماكينه جيبوا لي قص له شعره، بدي اقص له شعره للصبي. يا مو قالت لي في من ورا دولابين. ايه صح. طلع واحد ورا واحد قدام. الثاني بس لا بس يخفف له شعره الثاني خفيف. اعطيني عن او ماكينه الاحلاء، جيبي ماكينه من عند ابوك. لا عيب فوق شو تحلو. بدي اشوف الدولاب الثاني. ليش بدك ابنك تعب تحكي؟ والله ما بعرف. يعني بلكي الوقت رحنا ولي والله ابشروا. معلش هي اختي نور معي. ابشروا يا اهلي في الكويت ويا اهلي في كل مكان. خلينا نعرف نحكي كلمتين من على المنبر يا اختي. اليوم العيد الوطني الكويتي، وصلني المسج تبعكم 25 فبراير يعني. نبي مجبوس دجاج ودقوس. لو معنا خبر بس امبارح والله ليوم كنت عملتها والله، بس ولكن يوم غد وبإذن الله ومن على منبر هذا سوف يكون الفطور مجبوس دجاج ودقوس. وراح اكسر القاعده مع اني انا ما باكل الا لحوم في رمضان بما اني عم بتعب، فراح اكل دجاج حياتي ان شاء الله. كل عام وانتم بخير اهلنا في الكويت بمناسبه اليوم الوطني الكويتي. بكره كل عام بخير. مجبوس دجاج ودقوس ماشي مع تشغيل كم هي شو اسمه شيله، مش شيله شلون يعني شيء وطني، فهمتي؟ يلا نشوف. قولي ما حكيت. جهزي الاغراض اليوم من من تودي اللي بعده. لازم الكل يكون يعرف. اسمعوا وعوا يا حماتي اللي انت حياتي. اليوم هو العيد الوطني الكويتي. ايوه ان شاء الله كل عام وكلهم بخير. كلك خير يا امي. اللهم امين. يا حماتي اللي انت حياتي، بكره راح تشمري عن زنودك او مشمره لحالك، ما في داعي تشمري عن زنودك، وتفوتي لي بالمجبوس الكويتي، تجيبي لي كل بهاراته وتبلته. الله يسلمك. افتهمتي شلون؟ فاشوف في عندكم عراقي على سعودي على ليبي على مغربي على تونسي على خلص، بس يكون في مناسبه منشان الاجواء والحركه. يا عيني عليكم يا عيني. الله لا يحرمنا الجمال. سيدي ومولاي الله يخلينا حماتي اللي هي حياتي. الله يخلينا اياكم. ورجيني لاشوف ايش عم تعمل. يا عيني يا عيني. وين اللحمه؟ وين الشوربه؟ وين؟ الله يخليك. هاي
مع السلامة. بدك تعملي الشوربة حماتي؟ يلا مقبولة. شو هاد؟ هي سلطة تركية؟ مو قلتوا لي سلطة صايمين؟ صايمين؟ لا نباتية. نباتية. برغل وخضرة بس. يعني السلطة هذيك فيها حيواني كانوا ما لنا خبر؟ لا هي مثل الكبة. مثل الكبة. كبة بالسلطة. خلاص المهم ناكل. تشيلها هيك مع الخسة ويا سلام. الرحمة يا مولاتي. الرحمة. رحموني والله جاي. يلا شوف اليوم. يا سلام عليكم يا سلام. جبتي كوسة بعدين؟ بعد 7 حبات. حلو. ايه يعني صاروا هيك 7 حبات. يعني الواحد للاحتياط هدول يعني نعتبرهم سبير اذا حدا ما شبع. فهمتي شلون؟ بس نجيب على قد ما بمشي الحال ست راسي. الله خلينا اياكم. شو يا عمري انت يا حياتي الحلوه. شو بدك انت شطوره؟ يلا كبيه يا بابا كبيه. بس لا عاد تدخلي على المطبخ بابا. لا عاد تدخلي يا حبيبي على المطبخ. شو بون امي وامك؟ امي ما بتحط بقدونس وامها ما بتحط بصله. هم اخر شيء عملوها على طريقتي. هي امي حطت بقدونس وامها حطت بصله. خلص الامهات خلص كثير. الله خلينا ياكل. المهم ناكل اكله هيك طيبه. كلك كله نعمه. كله نعمه. خبزه ولحمه نعمه الله. الواحد لا يتكبر. شايفين هي اجت امي في السرعه خلصوا البركه ما شاء الله عليهم. مو مزبوط؟ طبعا. من كثر يعني 3 نسوة ما احلام ما نخلص. خذي سدي بناتي. هات كوسه. هي اجت امي فورا خلص الشغل حماتي. الله يخلينا اياك يا حماتي اللي انت حياتي. يا حماتي الله لا طلعي فيني من قلبي انا من الله يخلينا اياك يا حماتي. بس يعني هي اجت امي خلص الشغل بسرعه. طبعا. هي البركة. شو تحديد يعني تهديد؟ الفائدة الشغله تهديد يعني. بناتي يا سلام عليكم يا سلام. يا سلام طلعوا كلهم. جاء حبيت. ايوه انت هاي ما تعالي لهون. خلاص سكنا. ايوه بس يعني كسر بتجيب غيره. بدي ينكسر الخاتم. ما بينكسر الله يعطيكم العافيه. هلا بدكم تقلوهم؟ شلون شفت لك لحمة وضل زيادة. الله شفتي. انا فكرت معي كفر زي خفيف منهم شوي. عبيهم الله يسامحك عبيهم. خلص شالت لي. خافت. يوم تشتري مدانه. بشتري. لا ما فينا مزعبه فورا بتخبطها. تشتري بتجيب تاخذ. روحي هذاك كان بيكون على السريع في عالم بتعمله. مثلا الوحده موظفه او مثلا ما معه ولد طبخه على السريع اوكي. بس انا بصراحه ولا مره عملته. يعني بحس خلص الكوزه لازم تنحشى وهيك. اما هذاك اللي عم تقولي عنه مثل ما قلت لك حماتي تبع الكساله. والله ما اساويه حتى ريتشي يفرمني. هون عم يبلشوا بالزبله العيله. امي وحماتي عم يشتغلوا سوا. هيك حبة حماتي اللي انت حياتي. شوية لحمه بعد اذنك. بس بعش مع بصل. عادي مع بصل. لسه اللي حصل. شلون يعني بتكفي جايب لحمه؟ لا. قتلوا بعض على اللحمة. عمي يا اختي. بصح له. قلت لك صحنا. بصح له. ما يعني بس شوي. خذوا في لحمة هون يا جماعة. لا يا مو بس شوي صح ولا انت لا؟ انا بشيلك. لا ليش هي بنيه مع الشوربه ايش بس ما في سلام سلام. بابا سناب مو يوتيوب. سناب حبيبي لا محمد عمي. كان شو بدي اديت معي عادي ما بتجي له اصحابك. طبيعي جدي. بس انت في ما احلاها. ليش نحن ما عندنا لحمه؟ هي لحمه. في لحمة بابا. في يعني. قولي لنا شوي على جنب يا حماتي فهمني شو. ولا يهمك والله اللي عمل لك والله خلص. على جنب. الصحن عيب عمل لك حبيت تزين فيه بهالطريقة. شوربه بلحمه. بس طيب يا رب كثير طيبين عم يتاكلوا كلياتهم على فكرة. بابا حبيت اللي هذا الماء؟ كثير حبه بابا. هلا شوفي يا عمري الكبه اللي عم تحكي عنها شو اسمه نحن بنعمل الكبه اللي بطاطا. امي
الكبة البطاطا بتجي محموسة هيك مع بصل وهيك. بصل وجوز حلوة ايه. عرفتيها؟ كمان والله كان فينا نعملها. ما بعرف هاي اذا مثل التبول اللي احنا عم نعملها، نسميه ايتش. ايه ايه. هاي سلطة تركية هي اصلا. هلا شو اسمه؟ نحن في كثير اكلات يا ريت وقت التفريز انه عامله هيك اشياء، بس نوعات يعني بنعملنا اشياء على الخفيف. عرفتوا؟ كبه وما كبه يعني ما لها القصه. شفتوا؟ لا نحط عدس المجدرة ما على النار. يلا يا عمدو يلا. بس لخلص هدول اللي بايدي. الكل عم يحبهم وعم ياكلوا منهم يعني منيح. قالت يا بنت اليوم كبري الصحن وساوي تشكيله منيحه منهم. هن هيك يعني بتناقشوا فيهم عن جد ايمانا للشباب صراحه. كنت تشبعوا فيهم اكيد لا. خلص البسكويت. شوفي البرغل شلون صار؟ خليه نباتي. تعالوا شوفوا دقيق. هلا بجيب دبس فليفلة ودبس بندورة. هاي لشو اسمه؟ للكبة الصيامية او الكبة النباتية فينا نقول. في عالم ما بتاكل كبة النية اللي بتجي مع هبرة. ما بتحب انه كيف لحم ني كذا. والله انا بتجوا علي انا ما باكل لحم ني. يعني اضطريت شو هيك لحمة بتجي مثل هي مثلا الكبابة او الشقف او الكبدة ما باكلها. ايه بس الكبة النية الوحيدة اللي بحسن اكلها عادي. ليش؟ لانها مخلوطة مع برغل ويعني هيك سبحان الله. فكرة عنا يا ادمان يعني نحن بسوريا في ناس بدنا على الكبة النية يعني بتحبها كثير وبتحب تعملها برمضان. يعني الطبخ لازم تكون موجودة. عرفتوا كيف؟ في ناس انه عادي عندها يعني فكل حدا شو بيحب. عرفتوا؟ خلصت علبة الحمص انا. اكتبوا لي اذا جربتوها لهي الوصفة، اذا حبيتوها ولا لا كمان. اذا انتم من جماعة الحمص والمتبل وهي الاشياء رح تحبوها. اذا ما بدكم تحطوا حمص فيكم تستخدموا مثلا جبنة. شو هذا الصوت؟ تبل عندك هون ولا هون؟ يلا سوا انا خلصت رح شيل الصحن ونتبل سوا انا وانتي هون. فهون البنوتة عم تقلي انه شو اسمه فيكم تحشوا الكبة مثلا خضرة، فيكم تحشوها سلق، في كثير اشياء انه بدون. مو كبة ماما. مو هاي عم تحكي على الكبة الدراويش. كبة الدراويش اللي كنتي تعمليها انت زمان. عرفتيها؟ والله طيبة ذكروني فيها. لا انتوا هيك كارثة رح تفتحوا علي ابواب انا مالي فيها. عن جد امي هون فرمت ليمون. ايه عمري فرمت ليمون قشرتها. هذا البرغل شوفوا كيف امي شو حطيتي له؟ بس مي سخنه. بس ما يسخن يا ماما. اوكي يلا هلا نبلش فيها. هلا تبرد امي بعدين بتحشي. ولكن شو تبرد؟ مو حكينا عنه الولد شو اسمه؟ عم تسأل. بصل اخضر وبقدونس فليفلة. طنجرة. لا بس مرت عمو هي مانا تبولة. بتشبه ايه؟ يعني الزبيع مثل بلور او ايش بيسموه. البرغل يكون اكثر من الخضره. اوكي. مو مثل التبوله فوق زيت كمان. زيت ودبس رمان. اجيبي في اكبر دانا. بس كبير. لا مرت عمي هي بتكفي للرز والهي ما بتكفي. كاستين. في كاستين عدس. بس والله كثير ماما كاستين. كاستين عدس كثير مرت عمي. حطي كاسه بكاسه. مو قليل؟ لا، مو قليل. غير اكل بنتي. بنتي عبي بس شخطور لشو؟ ايه طيب كاسة ونص رز. ايه كاسة عدس كاسة. تحبوا عدسة اكثر ولا رزة؟ كاسة ونص رز. انا حطه بنص بنص. طيب خلاص خلينا على النص نص. خانقنا. يلا بدنا نتعلم هي. هاي دبس فليفله. اوكي. دانا شيلي كاسة من هذا العدس. وتحطي خلاص دبس خلينا على هي. بندورة. اوكي. هي كبتنا مرت عمي. انتوا عندكم كبة بهبرة. نحن ما ناكل كبة ستراسي. هي كبة نباتية. عرفتي؟ ايه. ليه؟ حطي لها رشه ملح. لا تنقيسو. ويت حبيبتي الله وكيلك انا ما عاد اسمع ايش عم تحكي امي. رشه ملح خلاتي. رشة ملح ودبس بندورة ودبس فليفلة وبنحط هلا هون. او فليفله حد اذا بدك. ايه يعني بدنا ناكل كبة نباتية. ونعناع. واللي بتحب النعناع. نعناع ايوه. كمان. ايه نعناع اخضر امي حطت كمان.
بس بتحط رشة صغيرة. هلا هون نخلط لنا دوم. في حبة البرغل كيف صارت؟ نبجت ايه طبعا. ايه في هون ليمون مفرومة فرم. ايوه. تحبوا عصير؟ تحبوا ليمون مفروم؟ انا حب الليمون مفروم فيها. امي عجبة بس عشان ما تطلع تحت. لا لا ما في هون كأنه وحدة. بس هيك. وين؟ غرستيها بلا يا عمري. وين؟ يلا خلص ما بأثر فيتامينات. اول شي نخلط الدوم. ايوه هي هون حشوة مشان تبرد. حباتي اخر شي عملتها ببصل. هلا قال امي ما بنحط نحن بقدونس، انا والله ماني متذكره، انا بحط لها بقدونس، ومرت عمي ما بتحط لها بصله، قام اخر شي الاثنين حماتي ما وامي ما بتحط بقدونس، قامت لي يعني خلص اعمليها مثل ما بدك، طلع هيك قلت له لا انا ايش دخلني، فحطينا بصل وحطينا بقدونس. بتحطوا بصل بقدونس ولا لا؟ حماتي بتحط بقدونس ما بتحط بصل، امي بتحط بصل ما بتحط بقدونس. حلوه يعني عادي. فقام هي حطت مرت عمي ردت عليه حطت بصل، وامي ردت عليه وحطت بقدونس. هلا بنحط الخضره. يا سلام. هون في عندنا بقدونس، بصل اخضر، فليفله حده وحلوه، شويه خس ونعناع اخضر. في ناس تحط حتى بندوره. ايه هلا امي هاي ما في دائما حطت بس بندوره، ما بعرف انتوا بتحطوا ولا لا؟ حطي لي شوي زيت ماما. امي ايه ايوه شيليون هيك. رانا حبيبي يعني ضبيها بال ايه حطي لي ماما حطيتها زبرة الحمامة شوي لفت هنا بس شوي البيت.